تقدر تشاورني؟ يعني مو شنو فيها اختلافات؟ شلون يعني انت راح تقول اني هي وهي راح تقول هو؟ زين لا تبرر بس السلام. حاليا انت سويت عملية. يعني من تزوجت لحد الان من اللي يشخر اكثر؟ نسبة بسرعة يعني قبل انت ايش قد رحت؟ شيء سمين راح الشكل هي ما بيها شيء زين لحد ما تنتهي عندنا التهاب جوي زين سوت عمليه انتهت. شو تعطيني؟ يعني هسه حاليا من يشخر؟ ما حد لا انا ولا هي ما حد زين زين من يشخر الزوجين؟ لا لا عادي عادي. ما تقعدي تحسسين بي يا بدها تشخر لا مرة. اذا من كانت تشخر تبقى اي انا قاعده زوجي من الشخير؟ اي اعتراف صريح اعترف يقول اضوجي من الشخير وهي تقول ما اضوج من الشخير. دائما المرأة هي المضحية دائما المرأة هي المضحية. لذلك اليوم راح نشوفها انه راح تضحي اكثر لو ما راح تضحي من خلال العرض اللي قدمته قناة ديوان الفضائية واللي راح اطلب من احمد يعطيني العقد. طبعا احنا دائما في كل حلقاتنا يا اختنا ام دانية بادرت قناة ديوان الفضائية بمشروع زواج ثاني. انا حكيت ويا ابو دانية قبل ما تبدي الحلقة يعني اخذت رأيي بالموضوع فهذا المايك رجع لك فاني قلت له فدا نشوف رايك بالموضوع. طبعا قناه ديوان الفضائيه بادرت او دعمت مشروع الزواج الثاني. الدعم شلون كان؟ قدمنا مبلغ من قناه ديوان الفضائيه 5 ملايين دينار للزوج والزوجه بالاضافه الى راتب تقاعدي راح يكون من نصيبك انت بعد ما توافقين انه ابو دانية يتزوج زواج ثاني طبعا برضاك انت. العقد اللي هو موجود قدامي طبعا حتى تكون الكاميرا تشاهد على كلامي وشاهد على كلامكم انتم. العقد يقول ان المواطن كذا فلان اتعهد بالزواج الثاني من السيده ايضا فراغ. طبعا اكيد هاي بعد ما شروط وما راح نفرض عليه احنا هذا الموضوع. لكن قناه ديوان تتكفل بمبلغ 5 ملايين دينار عراقي بالاضافه الى راتب تقاعد راح يكون من نصيبك انت يا ام دانية. سالت ابو دانية بالموضوع قال لي انا وافقت مبدئيا. لا صح كلامي؟ لا شنو يعني؟ لا يعني ما توافق؟ هو يوافق. شو توافق؟ لا ماكو زين. بعدين. ام دانية احنا العائله مع احتراماتكم عذرا للمقاطعه يا ابو دانية الكاميرات قدامنا احنا اذا هو وافق وقع اذا وقع هو راح نعتبر هذا العقد جاري ومفعول ما بيني وبين ابو دانية. فيعني من بعد اذنك ما طبعا يوقع تفضل. ما يوقع لا. بس اسمحي لي خليني احكي لك الفكره. ممكن انه تقنعيه بالبيت. لا هو- اقنعه بالبيت ولا شيء. ما يبقى اصلا بالبيت. شلون؟ ما يبقى اصلا بالبيت. يعني معقوله عندنا شيء امكانيه بانه ما تبقي بالبيت؟ حاول طيني بس برخصش بس المايك يعني اتوقع بس اسمحي لي. ما يبقى. لا بس 5 ملايين راح نعطيها هسه نقد. ما يبقى بالبيت انا ما ابقى بالبيت. يعني ما تبقى ها على 5 ملايين ضوجني. يعني بس اسمحي لي هو الزواج انت ضد فكره الزواج الثاني؟ ايش علي يروحون يزوجون بس مو يمي شو يا العلاقه؟ أبو ولا دانية. عقد. طيب اوكي بس خليه يوقع وانهي الموضوع. بس يوقع. خليه يوقع وانهي الموضوع بس يوقع. زين عندك تليفوني؟ شو تعطي تليفوني؟ تحياتي لك هذا مقلب احنا حبينا نسوي فيكم لا زواج ثاني ولا ثالث ولا رابع. بالعافيه عليك ابو دانية وان شاء الله يا رب الحياه السعيده.